في مصادر بتقول ان اللجنه الاولمبيه هتأيد قرارات رابطه الانديه. تخيل يا مؤمن ان اللجنه الاولمبيه بتقول، او في مصادر طالعه تقول ان اللجنه الاولمبيه هتأيد قرار رابطه الانديه. اللي هو ايه بقى قرار رابطه الانديه؟ ان الاهلي انسحب من الماتش ومخصوم منه 3 بونت بتاع مباراه الزمالك و3 بونت اخر الموسم. اللي هو ازاي؟ طب والحكام السعوديين اللي انتوا جبتوهم واللي اتصوروا واللي راح المطار، وواحد من اتحاد الكوره او المدير التنفيذي لاتحاد الكوره راح استقبلهم في المطار وقال لهم الماتش اتاجل ساعتين. ده كله في التحقيق. النادي الاهلي النهارده بيصدر بيان بيقول لك عايزين نطلع على التحقيقات اللي حصلت في الموضوع ونطلع على المستندات اللي قدمها اتحاد الكوره والرابطه. تخيل يا مؤمن ان اتحاد الكوره والرابطه اتفقوا هما الاثنين مع بعض ضد النادي الاهلي. اتحاد الكوره والرابطه اللي هم اساس المشكله وبينهم مصانع الحداد عشان الانتخابات، انا اجي مطرح ده وانا اجي مطرحك، الاثنين بيتفقوا على النادي الاهلي نعدي الازمه دي على خير وبعد كده كل واحد يشوف مصلحته. اتحاد الكوره والاهلي، اتحاد الكوره ورابطه الانديه بيتفقوا على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيطلب من اللجنه الاولمبيه الاطلاع على المستندات اللي قدمها اتحاد الكوره ورابطه الانديه. الكل ضد النادي الاهلي، الفساد مستنقع في الكره المصريه وحسبنا الله ونعم الوكيل. والاهلي هيصعد، الاهلي مش هيلعب دوري، الاهلي هيصعد للفيفا وهيجيب حقه ثالث ومثلث من الفساد اللي موجود في الكره المصريه من اتحاد الرابطه من الرابطه واتحاد الكوره.